السلام عليكم، شلونكم حبايب؟ شلون اخباركم؟ يا رب ان شاء الله الكل بخير وعافيه. حبيباتي ان شاء الله اليوم راح تكون وصفتنا الفاهيته، وراح تكون على طريقه شنتي اللي هي هيومه. ان شاء الله تعجبكم وتنال رضاكم، وموادها متوفره ان شاء الله بكل بيت. هي كيلو دجاج صدر، كيلو صدر دجاج. هاي بالنسبه للحم او الشغله الرئيسيه، كيلو واحد. نجي على البهارات. البهارات هي ملعقة كبيرة بابريكا، ظرف واحد من الماجي، ملعقة كوب فلفل أسود، بصل، ملعقة كبيرة البصل مطحون، هنا سماق، وملح حسب الرغبة. آخر شيء هي نصف ملعقة هي كزبرة، يعني تكون مطحونة، فنصف ملعقة صغيرة يعني مو هواية، لأن شوي يكون طعمها تخلي له طعم حلو. هاي بالنسبة للبهارات. بالنسبة الفلفل الأخضر 3 ألوان، اللي هو الأخضر فلفلاية واحدة، حبة واحدة، وحبة صفرة وحبة حمراء. أما الذرة فراح تكون كوب واحد من الذرة وكوب واحد من المشروم. هسه نجي على السوائل، اللي هو هنا ملعقتين زيت نباتي عادي، وملعقة 4 ملاعق كبيرة من الدبس الرمان، ملعقتين كبيرة من اللبن يعني الخاثرة، وهنا ليمون أصفر برشته بالنسبة للقشر مالته، والعصير راح يكون مال ليمونتين، وهذا هنا 4 ملاعق من الخل الأبيض. هسه هذه كلها المواد ذكرتها، وان شاء الله راح اشوفكم بعدها الخطوه الثانيه شلون نبدي بها. نسمي بسم الله. هاي الخطوه الثانيه بعد البهارات. هذا الزيت النباتي، هذا اللبن، هذا الخل، وهذا العزيز الغالي دبس رمان. ونخلط هذه كلها ونروح على الطباخ. الملح طبعا حسب الرغبة. حامض ليمون اللي هو حامض ليمندوزي هم ضيفي شوية، يعني مرات نخلي احنا الحامض، بس اللي ينطي الحموضة أكثر ليمندوزي، ملح الليمون. هسه راح نروح إن شاء الله الخطوة اللي بعدها على الطباخ. يلا وياي. الخطوة اللي بعدها مثل ما قلت لكم، أنا نسيت ما ذكرت الزبد هنا 50 غرام، هو هذا اللي ينطيها النكهة الطيبة، ويضيف حتى الزفرة مالت الدجاج، الزنخة، على نار ناصية على مود ما يحترق الزبد. خلي النار العفو ضعيفة. شغلتها كلش بسيطة، يعني مو مكلفة. وانا كنت بصراحة يعني ما ولا مرة مسويتها بالبيت، بس كنتي الله ينطيها العافية كنت اشتريها، يعني يجيبونها يوصون ويجيبونها. بعدين قالت خاله والله ترى شغلتها بسيطة، سويت لنا اياها بالبيت كلش طيبة، والله كلش طيبة، وان شاء الله تعجبكم. بعد ما يذوب الزبد راح اذب اللحم، وايضا على نار ناصية، اللحم شوية ينشف المي ماله، وبعدين شوية اعلي. هاي ذاب الزبد. هسه بسم الله بسم الله، اظل احمس باللحم. كل زفرة ما تصير بيه، والله العظيم ريحتها تخبل تجنن.
شغلة بسيطة اللي ما تقدر تطلع تاكل برا او مستعجلة على وصفة، هاي وصفة تفيدها يعني. منو ما يكيف انه يسوي له وجبة وما يخسر بيها كومة فلوس من السوق؟ الكل يكيف، بس هو على شرط انه ما تتعاجز. بدي اشوفكم هذه هسه حتى ما يطول الفيديو، اخليها تصير تنشف من الماء واشوفكم الخطوة اللي بعدها. وهاي الخطوة شوفوها، الله الريحة مالتها تجنن. شوفوا ما ضفت لها مي، انحمس اللحم على نار ناصية، ومن شفت المي والسوائل يعني طلعت عليت النار. بين ما تكمل اللحم انا راح اسوي لكم سلطة تجنن، شفناها انا وصديقتي بمطعم، وباوعت المواد وجمعتها وضفت لها شغلات حلوة، ان شاء الله تعجبكم السلطة، كلش بسيطة. يلا وياي، رجعت وياكم اقول لكم على مواد السلطة اللي قلت لكم عليها واكلتها بالمطعم وتجنن، والله العظيم كلش كلش طيبة، واللي راح يجربها مرة بعد ما يتركها. موادها بسيطة، خس حوالي 5-6 اوراق هالشكل، مو ناعم تتقطع يعني، مو تقطعينها ناعم، لا شوية تصير القطعة مالتها كبيرة. خيارات 2، جزر 2، نعناع باقة صغيرة من النعناع هم ثارمتها، وهذه الطماطة يسمونها الكرزية، واذا ما موجودة طماطة عادية يعني، ودبس رمان، ليمون دوزي، ملعقة تقريبا ملعقة اقل من ملعقة مالتكم، وملح حسب الرغبة، وزيت زيتون نص استكان، وانا مخليته هذا بالاستكان، خليته هالشكل حتى تشوفونه حجمه. وما ما راح هسه اني اخبطها حتى يعني اخلط المواد وياها حتى ما تذبل، اكمل الفاهيتة وبعدين هذه ابدي بخلط المواد واضافتها واشوفكم شكلها بعدين. واتمنى تجربونها وتنطوني رايكم بها. ما بقى بيها، شوفوا ما نشفت اللحمايه، تاخذيها هالشكل، شوفوا شلون مردت بايدك، راح اذوقها. تجنن الحموضه والطعم خيال. هسه عاد شنو، ناخذ اللحم واطفي الطباخ اول مره، بسم الله. هاي انا متقصده سويتها هالشكل حتى هاي الصلصه مالت الدجاج احمس بيها الفلفل المشروم وتاخذ طعم اللحم. هالشكل يعني بقى قليل هذا. هسه افتح الطباخ واضيف الفلفل، بسم الله. راح اضيف الفلفل، طبعا تقطيع الفلفل حسب رغبتك، يعني هي يوم قالت لي لازم هيك يتقطع، شكله حلو يصير.
يمكن شوي يحتاج لها دهن اللي هو الزيت يعني، والزبد. زبد لا، دهن لا، يعني زيت لا. نصي على مود مثل كذا. راح اقص 50 النوع هذا الزبد 50 على نار ناصية، وابدي بحمص الفلفل لمن ما يذبل. ياخذ النكهة مالت اللحم. هسه نبدأ نعليه. علينا النار حتى يذوب بسرعة الزبد. بعد ما انحمس شويه راح اغطيه حتى يذبل، لان شويه تدرون الفلفل الاخضر او اي نوع من الفلفل لازم يراد له شويه يعني يذبل، يلا ما يبقى هالشكل على شكل هذا المعتادين عليه. راح ابدي انص النار هسه واغطيه 5 دقائق وارجع له. وفاتت ال5 دقائق. هسه راح نضيف المشروم. الذرة طبعا اللي راح اضيفها حسب ذوق اللي يعني يحبها، واللي ما يحبها يعني يقدر يضيف بعدين وياها يعني طرشي اللي هو مخلل الخيار، زيتون، يعني هاي حسب رغبته. احنا نحب بيها هاي الذرة. بعد ما نحمس شوية على النار هاي الذرة مثل ما قلت لكم الذرة حسب الرغبة، يعني اللي ما يحبها لا يضيفها، يضيف زيتون، يضيف مخلل يعني ورمات يعني يكمل الدجاج وتختلط وياه. المشروم طبعا هو في المعلبات يعني مستوي بس ينحمس. احنا نسوي هالشكل حتى تشبع بطعم الصلصة مال الدجاج، لحم الدجاج. هسه راح اضيف الدجاج. والله الصلصة حرامات لازم اضيفها. وبعد ما اخلطها راح اتركها 5 دقائق انص النار، اوطيها يعني تصير الناس عفوا النار ايش عندي ويا الناس تكون النار ضعيفة شوية على مود تتجانس هذه المواد كلها وتاخذ طعم واحد. واشوفكم بالخطوة اللي بعدها. وهاي الخطوة الأخيرة اللي وصفتنا هي جبن موزاريلا وجبن الشيدر. هاي طبعا اختيارية بس هو اللي يطيبها يعني همين اختيارية. وبعد ما اضيفها شوية مع الحرارة، وبعد ما اضيفها اغطيها واقلبها واخلطها خلطة حتى يستغيث
واخليها باللفات اللي هي الصمون الكهربائي او الحجري بكيفك. هسه راح اغطيها واشوفكم شكلها بعدين. هاي شوفوا شكلها شلون تكون هالشكل. من قوام الجبن، اللي يبي يزيد الكمية يعني يزيدها حسب الرغبة. هاي الخطوة أنا ما قلت لكم عليها من ضمن مقادير السلطة. قطعت الخبز هالشكل شرايط هالشكل، اخذها وابدي ببرم لفها يعني. احنا المتعودين عليه انه بالفتوش تصير القصات مربعة، لكن انا بالمطعم شفتها لا هالشكل، هالشكل بشكل مسوينها ومقليها، وبعد ما اكمل واقليها اوخرها واخليها ويا السلطة حتى من تشوفونها ما تقولون هذا الشكل الغريب شنو. وشوفكم بعد ما اقليها شلون راح يصير شكلها. ما كملنا مواد السلطة، شوفوا هالشكل هذا يصير بعد ما اقليها بالزيت. هذا هو شكلها. هسه راح نبدأ بخلط المواد ونضيفها كلها بسم الله في أوله وفي آخره. النعناع، طبعا النعناع هو اللي ينطيها طعم، ودبس الرمان هذه آخر شيء أزين بيها هي والخبز. هاي دبس الرمان بسم الله اللهم صل على محمد وعلى محمد. هذا نوع حامض الليمون، وهذا الملح حسب الرغبة، بس يضيف لها النامندوزي اللي هو حامض الليمون يضيف لها طعم كلش طيب. وهسه آخر شيء راح أضيفه هو الزيت، زيت الزيتون ربع مو نص، ربع هذا الاستكان. وأبدأ بخلطها وأزينها بالطماطة الكرزية والخبز هذا اللي سويناه، وأشوفكم شكلها بعد ما أخلط المواد. وهاي بعد ما خلطت السلطة راح أبدي أخلي الخبز اللي قلت لكم عليه اللي قليناه هالشكل. طبعا من ضمن المواد اللي كانت موجودة بيها وما عندي هو الفجل، يسوونه يعني قطع صغيرة ورقيقة يعني خفيفة. هاي من ضمن المواد اللي كانت موجودة بي بس ما عندي يعني فجل وروزماري. وهسه هذه راح نزينها. التزيين طبعا حسب رغبتك. هم انا من شفتهم مخلين هنا اثنين هنا اثنين هنا اثنين هنا بس، وبالوسط هذه الطماطة او الكرزية يسمونها طماطة الكرزية. بس انا حبيت الخبز هذا المحمص طعمه كلش طيب. بس نقول بسم الله. طبعا انا ضفت له هذه الفنجر مال البوتيتا، تقدرين تحطين اول مره اللحم والبوتيتا بعدين البوتيتا وبعدين بتخلين فوقها اللحم بكيفك، هاي حسب ذوقك. هاي شوفي شلون تخبل، امانة الله شلون جمال. يلا ان شاء الله تعجبكم الوصفه، لا تنسوني بالاشتراك بالقناه والتعليق الحلو من عندكم والاعجاب، واشوفكم ان شاء الله بوصفه جديده. مع السلامه، وشكرا لك هيومه على هاي الوصفه الحلوه.